وإدارة مركز ثقافي نسعى جاهدين لنرقى بثقافة شعبنا ومجتمعنا إلى أعلى المستويات، وهذا الشيء لا يأتي من فراغ وتقاعس، ولا نستطيع فعل ذلك إلا إذا تكاتفنا يدا بيد مع الرفاق المثقفين والنخب الثقافية في المنطقة، ليكون هذا المكان مرآة تعكس أصالة وعراقة هذا الشعب. وإذا أني خسرت حبك فد يوم يكفيني شرف لجن عينك أحاول، لجن حبك سويت السوايل وبكيت عبرات ما يبكيها جاه. هي هبة من الرحمن وتحت قدميها الجنان، أمي يا بسمة ثغري وفرحة عيني، أمي يا باقة زهري وقصيدة شعري. فكتبت بلسان ذلك الطفل هذه القصيدة بعنوان، هذا الطفل طبعا أحس بموته قبل حدوث الانفجار، فيقول يخاطب هذه القصيدة ويخاطب أمه فيقول: لا أريد الرحيل يا أماه، لا أريد الرحيل يا أماه، أماه لا تعطي ملابسي لأحد، افرشيها للولد، صديقي سيبقى غدا وحيدا يا أماه، وستصرخين ومحمدا، رتقي ما بقي من ثيابي له، لأنه حتما سيمزق ملابسه. قصيدة كلام العشاق. من أجلك سأكتب آخر أشعاري وأترى بين أشعاري. من أجلك سأكتب آخر أشعاري وأترى بين أشعاري، وأعطرها بدموعي وأحزاني، وأخبر كل العملاء. نقدم هذه القصيدة وهي قصيدة غزلية مع الفروش البارعة. أتظن أنك بالفراق قسمتني وجعلت ظهري في دعائك ينحني، لا والذي خلق السماء وأرضها سأظل موجودا وإن أفنيتني، لا والذي خلق السماء وأرضها سأظل موجودا وإن أفنيتني، تبا لحبك في حياتي ما فعل، تبا لحبك في حياتي ما فعل، من دون ذنب في الحياة دفنتني. ولا عام ولا عام ولا عام وليلي لا سنة بطل، وليلي لا سنة بطل ولا عام، وحزني خاص لي وحدي.